بصوا شايفين السندوتشات بتاعتنا اهي، طبقه 2 3. شايفين شكلها تحفه. وندخل على المقادير. عندي نص كيلو دقيق، مقادير السندوتشات. نص كيلو دقيق، علبه زبادي بدون سكر، كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه زيت من الكوبايه الصغيره دي، معلقه خميره كبيره، ومعلقه سكر. يلا ندخل ونقول بسم الله. في بوله عندي هنزل بالميه الدافيه، كوبايه الميه الدافيه، عليها الزيت، السكر والخميره، الزبادي، هقلب بقى كل الكلام ده بالمضرب. قلبه كويس. كده الخميره دابت والسكر والزبادي دابوا في بعض كويس. هشيل بقى المضرب بتاعي. هنزل بقى بنص كيلو دقيق مره واحده كده. بسم الله. وهبدا ان انا اعجن. لحد ما تتلم معايا كويس. مستمره معاها. هي اتلمت معايا شويه، بس اهم حاجه احنا عارفين ان المعجنات بتحب تبقى ناعمه جدا اهي. ده شكل العجينه بتاعتي. بصوا اهي الملمس بتاعها. بغطي بقى عليها واسيبها تخمر لمده نص ساعه، وبعدين ارجع لكم تاني. هسيبها بقى كده عشان تخمر بعد نص ساعه، وبعدين نرجع لكم تاني. بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم اختمرت معانا اهي. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله تضاعفت. هنزلها بقى كده بحرص. بسم الله. هبدأ بقى ان انا اقسمها لكور بالشكل ده. اقسمها بقى الكور كده. ده رشه من الدقيق تحتها خفيفه كده عشان ما تلزقش. طبعا انا مجهزه الزبده. العجينه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله هشه كده وجميله اهي. اكورها بالشكل ده. طبعا بالايدي دقيق كده، بغرق ايدي في الدقيق كده وانفضها عشان العجينه ما تلزقش في ايدي. كده طبعا الحجم اللي احنا عايزينه، بس انا عايزاها الحجم ده كويس. العجين اللي كده لكور صغيره كده 10. هبدا ان احنا نفردهم دلوقتي على دقيق. هجيب رشه كده من الدقيق. هبدا ان انا افرد على دقيق.
افردها كده، مش هكتر دي عشان ما ينشفش العجين مني كده. خلاص هدهنها بقى بزبده عشان تبقى مورقه كده. الزبده دي هتعمل عازل بين هنا لهنا، وهطبقها وادهن زبده تاني. هطبقها كده، هتطلع على شكل مثلث اهي. حطها بقى على الصينيه، هفرد كده اديها رشه خفيفه كده من الدقيق عشان تساعد على الفرد. طبعا بيتفرد بكل سهوله اهو، بس عشان ما تلزقش مني. بس كده، حاول ان انا مرقاش قوي. فردت معايا، هديها برضو دهنه كده من الزبده، طبقها طبقتها مثلث بالشكل ده اهو. حطها بقى برضو في الصينيه زي التانيين. كمل بقى كل الكميه بالشكل ده وارجع لكم. اهو السندوتشات خلصت، سبتها اختمرت نص ساعه. هلمع بقى وشها وندخلها الفرن. لمع بقى وشها. عندي صفار بيضه وحطيت عليها معلقه خل صغيره خالص. هبدا ان انا المع الوش بتاعه كده. طبعا الفرن عندي سخن جدا. حط بقى على وشها سمسم حبة البركة بالشكل ده. اسفة على الاصوات اللي جنبي، بس بنات الصغيرين مشغلين التليفون طبعا. هديها كده رشة خفيفة كده. طبعا اللي حابب يدهن وشها لبن عادي. كده خلاص ادخلها الفرن. اول ما تخرج ما يطلع من الفرن نديله بخة ميه كده ونغطيه عشان يفضل بتاعنا. بصوا شايفين عامل ازاي، وشايفين اللون بتاعه تحفه.
احسن من العيش الفينو واسرع، ولا تقصي ومتفتح جاهز من غير بقى ما تكون السكينه حاميه ونفتح والعيش شكله يبوظ للسندوتشات. حاجه كده جميله. هنحشيه بقى دلوقتي مع بعض. بصوا شايفين اهو، طبعا هو لسه سخن. بصوا مفتوح لوحده اهو. حط الحشو بقى هنا والخضار. احلى سندوتشات. شايفين كله طبعا اللي خلاه كده الزبده طبعا اللي احنا حطيناها. بصوا اهو، بصوا هش ازاي اهو تحت، تحفه. هنحشي بقى دلوقتي. بصوا سفنج ازاي وخفيف مش تقيل خالص. يلا بقى ندخل عشان نشوف هنحشيه سندوتشات هيبقى شكله عامل ازاي. العيش بتاعنا بسم الله. شايفين الجمال اهو، شايفين طبقات اهو اهو بيتفتح معانا اهو. شوف بقى هنحشي ايه. نحط هنا كده طبقه من اللانشون، وهنا نحط بقى خس او خيار. بصوا شايفين اهو تحفه بجد والله تحفه. خضار كده اهو. خلاص بصوا شايفين السندوتشات بتاعتنا وجمالها اهي. هوريكم بقى الطبقات بتاعتنا اهي اهي. شكل السندوتش اصلا جميل جدا. وبصوا من تحت. اتمنى يكون عجبكم. متنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.